سؤال للمؤتمر الوطني الكردستاني كنكة: هل الكرد أمة أم لا؟ وهل يستوجبون دولة أم لا؟ هناك منظمة تدعى كنكة أي المؤتمر الوطني الكردستاني في حزيران الجاري. عقد المؤتمر اجتماعه العام 24، وجه المؤتمر في بيانه الختامي نداء للكرد لتأسيس الوحدة الديمقراطية، كما قرر توجيه رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة تطالب فيها الاعتراف بالكرد ومنحهم صفة دولة مراقب. مسألة كتابة رسالة إلى الأمم المتحدة باسم الكرد تحولت إلى قضية ساخنة مثيرة للحماس والتفاعل الإعلامي. بفضل هذه المسألة استطاع كنكة تجديد صورته وتحسينها، ولكن ثمة حقيقة راسخة في الحياة والسياسة مفادها. أفعال المرء هي مرآته لا أقواله، لذا فإننا ننظر إلى أفعال وممارسات كنكة لا إلى خطاباته وأقواله. تأسس المؤتمر الوطني الكردستاني كنكة عام 99 على يد حزب العمال الكردستاني PKK، وما زال المؤتمر حتى يومنا هذا كيانا تابعا لقيادة الحزب في أوروبا. قد تبدو هذه المنظمة عن بعد وكأنها هيكل مستقل تديره شخصيات مدنية، إلا أنها في الحقيقة تدار من قبل قادة PKK أمثال نيلوفر كوتش، رمزي قارتال وزبير آيدار. خلاصة القول هو كنكة يساوي PKK. PKK وزعيمه عبد الله أوجلان لا يعرفون الكرد كأمة، كما يقول أبو وحزبه إن الكرد ليسوا بحاجة إلى دولة، بل على العكس تماما يتهمون من يطالبون بدولة للكرد بالرجعيين والشوفينيين العنصريين والملحقين الأذى والضرر بالكرد. فهل لغاية الآن سبق لأحد قادة كنكة البارزين أن قال: نحن لا نتفق مع رؤى PKK وأوجلان ولا نتبناها، الكرد أمة ولهم الحق في تأسيس دولة أسوة ببقية شعوب العالم؟ كلا، لم يقول ذلك قط. ترى هل قال مديرو كنكة يوما: دعوا الكرد يقررون مصيرهم بأنفسهم، وعلى الدول التي تبقي الكرد تحت سلطة الاحتلال ووطأته أن تعترف بهم كأمة؟ كلا، لم يحدث هذا قط. أم يا ترى هل طالب كنكة ولو لمرة واحدة فقط فلتغير حدود الدول التي يعيش فيها الكرد مثل إيران والعراق وسوريا وتركيا؟ كلا. لذلك نتساءل: أيا ترى ماذا حدث حتى يطالب كنكة في عام 2026 وفجأة بأن تعترف الأمم المتحدة بالكرد كدولة غير قومية وتقبلهم كعضو مراقب؟ السبب في ذلك هو أن PKK وكيانه الرديف وجدوا أنفسهم في أمس الحاجة إلى حملة بروباغندا جديدة ترتكز على الهوية الكردية، فسمعة أوجلان وشعبيته تضررتا بشكل كبير إثر ندائه في شباط العام الماضي 25 والأحداث التي تلته، حتى باتت القواعد الجماهيرية للحزب نفسه تتهامس سرا وخفيا: آبو باع الكرد. والحال أن أوجلان والحزب والدولة التركية يدركون تماما ردود فعل الرأي العام ويتخوفون منها، لأنه في حال خروج الكرد عن خط أوجلان فهم سيتبنون مواقف قومية ويظهرون نزعات قومية. وللسيطرة على الكرد وإخضاعهم كان أوجلان بأمس الحاجة إلى مقاربة كهذه تعبق برائحة الكردية ولو قليلا، ليتمكن من خلالها من كبح وإخماد ردود أفعالهم وتهدئتها. اجتماع كنكة المنعقد في حزيران الجاري بدوافع الرغبة في فعل شيء ما على الساحة الكردستانية هو تماما ذلك المؤتمر الهادف إلى تخفيف حدة ردود الأفعال ووطأتها على كاهل PKK وأوجلان. كما أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة ليست سوى عزفا على الوتر القومي ومداعبة مشاعر الكرد وعواطفهم، لكنها لا تعد كونها وسيلة لتصحيح صورتهم وتلميعها، أي أن الكرد وكردستان ليسوا سوى موضوعا للمزايدة والخداع والتسويق في نظر PKK وهيكله وكياناته. ولو كان كنكة صادقا وجادا لطالب أولا كلا من تركيا والعراق وإيران وسوريا بالاعتراف بالكرد كمجتمع يمتلك الحق في بناء دولته، لا من الأمم المتحدة. بل حتى في رسالته الموجهة إلى الأمم المتحدة لم يقل المؤتمر: الكرد أمة لهم الحق في السيادة والإدارة الذاتية وتقرير المصير، وإنما اكتفى بتعريف الكرد بوصفهم مجرد جماعة عرقية. بداية يجب على كنكة أن يقول لPKK إن الكرد أمة ولهم الحق في إقامة دولة، فالتنظيم الأم والمؤسس لكنكة ينكر أمية الكرد أي الأساس القومي للكرد، لذا الأجدر به أن يتوجه بمطالبه أولا إلى تنظيمه الأم
قبل أن يبدأ بحملاته الدعائية وعروض البروباغندية. فمن لا يعترفون بالكرد كأمة لا يمكنهم الحديث عن حقوق الكرد بتاتا.